ممكن تكون بتشاهد اليوتيوب او اي برنامج او اي تطبيق عامة من اللي بيشغلوا الفيديو، ومش حابب تخرج من التطبيق، ووصلتك رسالة على الواتساب وحابب ترد عليها. مش لازم حضرتك تخرج من اليوتيوب عشان ترد على الواتساب. هنضغط بالشكل ده كده، وهتضغط ضغطة مطولة، وهتقول له فتح في نافذة عائمة، هتتفتح لك بالشكل ده كده. هتتحكم في مكانها، وهتتحكم حضرتك حابب تحطها فين، ولو حابب تصغرها هتصغرها، ولو حابب تعملها على الشاشة الكاملة هتعملها على الشاشة الكاملة ومن غير ما تخرج من اليوتيوب. لو حابب بقى تخرج منها بعد ما انت شاهدت المقطع هتدوس على اغلاق، لكن لو حابب في الاول ترد زي ما انا بتعامل كده بالشكل ده كده، هترد على اللي كلمك على الواتساب بدون ما تخرج من اليوتيوب، وهتعمل لها اغلاق. وبكده انت رديت على محادثة الواتساب وما خرجتش من اليوتيوب او اي تطبيق عامة انت بتتعامل بيه او بتكون مشغله في الوقت ده. وفي نهاية الفيديو ما تنساناش من اللايك والمتابعة، ولو موبايلك ما بيدعمش الخاصية دي ما تنساش تسيبه لنا في تعليق، وان شاء الله هنظهر لك الخاصية في نوع جهازك.